السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، إيه الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. في الفيديو ده النهاردة هنجاوب مع بعض على أسئلة منحة رايز. ملخص سريع للمنحة. المنحة دي هي منحة شباب من سن 15 ل 17 سنة، لو اتقبلت فيها هتدعمك مدى الحياة بدعم مادي يصل ل$500,000. لو هتفتح بيزنس هتساعدك، لو هتقدم على جامعة بره البلد هتساعدك، وبتقدم لك كارير سيرفيسز ومنتورشيب. والمية اللي هيتقبلوا دول بيروحوا لحاجة اللي اسمها ريزيدنتال سامت، بيقعدوا 3 أسابيع في دولة أوروبية بيتعرفوا على بعض وعلى ثقافات بعض. وهحط لكم تحت في الديسكربشن فيديو بشرح فيه بالتفصيل عن المنحة، وهما بيدوروا على مين وبيقبلوا مين بالظبط، وايه نظام التصفية، وايه بعض شوية نصايح يعني تقدر انك لو اشتغلت بيهم يعني تتميز بين كل مقدمين معاك. النهارده هنشوف الأسئلة وهنعرف بالظبط كل سؤال هو بيبقى عايز ايه. ولو في سؤال مثلا مقالي مثلا زي في منحة تجرس مثلا 150 كلمة وعايز بقى نظبط فيه، ندور فين بالظبط او نعرف او نستعد له ازاي. تمام. قبل ما ابدا بس تحت في الديسكربشن بيبقى موجود لينك الدرايف، تمام، في بعض البي دي افات اللي هتحتاجها وانت بتستعد للتقديم على المنحه. عندنا الابلكيشن اكسبليند، البي دي اف ده هو اللي انا اصلا هشرح عليه في الفيديو. والابلكيشن ده البرنتبل ابلكيشن عامه، انت تقدر او يعني الابلكيشن ممكن تطبعها وتجاوبها وتبعتها عن طريق البريد، بس طول ما انت عندك نت ما تستعملش الموضوع ده، يبقى قدم عن طريق الويب سايت. والاس دي جيز اللي هو sustainability development goals، دي حاجه هنتكلم عليها في الفيديو هنلاقي اهميتها. المهم في بي دي افين مهمين جدا هنلاقي ان هم مش موجودين هنا، لان هو انت لازم تبعت طلب من المنحه عشان يوافقوا ويدوهم لك. وهم انت اول ما تدخل على منحه ويب سايت المنحه هيبقى اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكربشن. اول هيبقى كده الشكل اول ما تفتح المنصه، يعني هتنزل اخر حاجه موجوده، تمام، اللي هو how can I submit if I have limited access to the internet. عندنا اللي هو you can also download the comprehensive think sheet و summary think sheet. الاثنين دول تمام، بيقول لك كل سؤال ازاي تقدر تجاوب عليه، ومظبط لك ومفصل لك بالظبط كل ستيب المفروض تعمل فيها ايه. انا بس مش هقدر افتحهم معاكم دلوقتي في الفيديو، لان زي ما قلت انت بتكون محتاج انك تبعت طلب وهم يقبلوه على الدرايف، عشان هو ده برضو لينك درايف يعني. بس كده. طيب زي ما قلت المنحه التقديم عليها بيكون 100 يوم، وال100 يوم دول متقسمين مراحل. وقبل المراحل دي كلها عندنا حاجه اسمها بروفايل انفورميشن، ده هنملاه، تمام. وبعدين بنبدا بقى بالمراحل، والمراحل دي بتكون متقسمه على جزء هتتكلم فيه عن نفسك، وجزء بتتكلم على البروجكت اللي انت هتعمله. ونبدا باول حاجه وهي البروفايل انفورميشن. ان شاء الله تحت الديسكربشن هيبقى موجود لينك او البي دي اف بتاع الابلكيشن، تمام، البرنتبل ابلكيشن بتاعت المنحه اللي هتلاقي نفسك بتملي زيها وانت بتقدم. اول سؤال عندنا هو what is your full name. هتكتب اسمك الكامل عامه. انا اسمي كامل مريم احمد كمال عيد. what is your nationality، الجنسيه بتاعتك، ولو عندك اكتر من جنسيه قولها، تمام. انا من مصر فانا مصريه، تمام. what is your gender، انت ولد ولا بنت. بعد كده انت مولود امتى. لو انتوا ان شاء الله شفتوا الفيديو اللي موجود تحت هتعرفوا الشروط اللي انت تقدم عليها. فانت المفروض على 2024 يوم 1 يوليو لازم يبقى عندك يا 15 يا 16 يا 17 سنه. فدي حاجه اجراء يعني بيسالوك عليه عشان يعرفوا هل انت فعلا متناسب مع الشروط دي ولا لا. فانا 2007 21/6. بعد كده انت منين سمعت عن منحه رايز؟ انا عن نفسي عرفت عنها من على فيسبوك، بعدين دورت عليها على يوتيوب، وكانت البوستات اللي بتطلع على فيسبوك كانت من اميدس، تمام. ده كان اورجانيزيشن يعني بتقول لك لو في منح متاحه ليك على طول، يعني ان شاء الله اللينك بتاعها هيبقى موجود تحت في الديسكربشن، بص عليها بصه. وهنا what's the highest level of education of your parents او guardian، او يعني if you have multiple parents يعني فاختار اعلى، يعني اعلى education حد فيهم حصل عليه، تمام. انا بابايا كان خلص الجامعه، تمام، فهو خد البكالوريا completed university. اعلى درجه خد حد يعني من بابايا ومامتي خدوها هي البكالوريا، خلصوا جامعه. how can we email you with update of your application، يعني انت قبلت ولا ما اتقبلتش، وصلنا لحاجه ولا ما وصلتناش. تقول لهم الايميل اللي عايز الكلام ده، كل التحديثات يعني توصلك عليه. فانا كتبت الايميل بتاعي. بعد كده برضو قول الرقم بتاعك عشان ممكن هيرنوا عليك مثلا، او هيبعتوا لك عليه على الواتس. وبالانترناشونال ديلينج كود، يعني مثلا انا في مصر فبزود بلس 20، لو بقى في امريكا بيختلف الرقم وهكذا، وبتكتب الرقم عادي جدا. ودلوقتي انت where are you currently living، انت عايش فين بالظبط. انا دلوقتي في القاهره في مصر. which language do you speak fluently، او هي اصلا natively اللغه بتاعتك. فانا عن نفسي بتكلم عربي وانجليزي. لو بتتكلم بقى، لو في حد بيتكلم فرنساوي مثلا، انا باخد لغتي التانية فرنساوي لكن مش شاطره فيها جدا فما كتبتهاش. how would you describe your level of confidence in English in using English to have a 15-minute conversation. لو انت تتكلم مع حد 15 دقيقه محادثه بالانجليزي، يعني هتعرف تتكلم، هتعرف تفهم، وهتعرف ترد، هتبقى فاهم الدنيا ولا لا. انا عن نفسي ابقى فاهمه، ف يعني
وصفته بانه ادفانس، تمام، متطور. طيب what is the approximate total annual income of your parents؟ ده بقى السؤال ده انت بتتجه انك تسال ولي الامر بتاعك، انت طبعا بيبقى هو موافق انك هتقدم وكده، وبتساله احنا دلوقتي انا في السنه باخد قد ايه، مثلا انت بتقبض قد ايه في السنه عامه، تشوف مثلا انت في مصر فبتقبض قد ايه بالجنيه، وبعد كده بتحوله بدولار وبتحطه. انا عن نفسي عشان لسه ما بداتش فعلا املي الكلام فما سالتش بابا، ف I don't know. Which of the following best describe your current school؟ انت مثلا مدرسة حكومة ولا مدرسة لغات مثلا، ولا زي في الازهر religious، ولا بتتعلم في البيت، ولا انت اصلا مش في المدرسة اصلا، ولا في حاجة تانية؟ انا عن نفسي في مدرسة لغات، ف not government funded private school. الابلكيشن في كلام فيها باين اكتر، هو هنا بس كلام متاكد شويه عشان حطيته على جوجل دوك. طيب what the name of your school and what is the city and country in which it's located؟ هكتب هنا اسم المدرسه اللي انا بروحها وهي فين بالظبط، هي برضه في القاهره في مصر. بعد كده انت بالظبط هتخلص او هتتخرج من ثانويه امتى، يعني قبل ما تدخل الجامعه. انا عن نفسي انا هخلص 2025 شهر 7. طيب the next question، هنا بدأنا في أسئلة المقالي، بس هو لسه يتبع بروفايل انفورميشن. هما سؤالين، سؤال منهم بيقول لك ايه ال3 حاجات اللي انت انجزتها في حياتك وانت فخور بيها جدا. انا عن نفسي هنا حطيت شويه حاجات، من بعد كده هشوف اني اكتر، يعني دي مجرد امثله اختار منهم، بعد كده ابدا ان انا اكتب باراجراف. انا مجرد دي مرحله استعدادات، بحط الحاجات وخلاص. فمن الحاجات اللي انا فخوره، اللي انا يعني achievements اللي انا فخوره بيها، او الحاجات اللي انا انجزتها وفخوره بيها، مسابقه العالم العربي الصغير ان انا فزت بالمركز ال9، او ان انا بالسنين اللي فاتت كنت عماله بطلع من الاوائل، او كورس بتاع وزاره الاتصالات اليو اكس ديزاين حضرته، او ان انا فتحت قناه اليوتيوب، او ان انا بقيت يعني بدات اكون جيم ديزاينر واعمل اللعبه وافتح الجيم ستوديو بتاعي. والسؤال الثاني مقالي في البروفايل انفورميشن هو rise seeking to support individuals that are aspiring to make the world a better place. يعني هو يعني بيقول لك هنا how do you serve other in your life؟ انت ازاي بتساعد غيرك في حياتك؟ ولو ده يعني ممكن يكون مثلا لو انت بتتبرع، لو انت بتعلم حد، او لو بتخلي بالك من العيله بتاعتك. عايزين بس يفهموا اكتر عنك وعن المسؤوليات اللي انت بتتحملها في حياتك. يعني دي بعض الحاجات برضو كنت دورت على النت وشفت السؤال ده في الطبيعي ازاي بجاوب عليه. مثلا انا بتبرع بلبس مثلا للهومليس شيلترز، اللي هو الاماكن الملاجئ، تمام، او بعلم على الناس مثلا على النت عن طريق ان انا مثلا بترجم كورسات الانجليزي وبحولها العربي، الناس تتعلمها العربي تعلمها، او مثلا بساعد او يعني بروح عند دار الايتام ودار العواجيز وكده وبروح اساعدهم، تمام، او بساعد يعني عائلتي وخلي بالي من اخواتي الصغيرين وكده. بعد كده نيجي اول مرحله وهي الاسبيريشن. humanity is facing many pressing problems. What problem do you want to solve? What should we know about you and your motivations؟ هنا السؤال ده انت محتاج له انك تكون قارئ كويس في حاجه اسمها الاس دي جيز. في حاجه اسمها اليو ان او اليونايتد نيشنز. اليونايتد نيشنز دول بيكون زي حاجه كده، يونايتد نيشنز، تمام، بيجمعوا كل كام، بيجمعوا وفي الاجتماعات او في المؤتمرات بتاعتهم بيتكلموا على 3 مواضيع مهمه جدا. من المواضيع المهمه دي حاجه اسمها اس دي جي. اس دي جي اللي هي sustainability development goals، او التنميه الاستدامه، يعني اهداف التنميه الاستدامه، تمام. عندنا في الاس دي جي تمام، عندنا 17 هدف، تمام. عندنا هو ما يبقاش فيه فقر، ما يبقاش فيه مجاعه، ما يبقى عندنا صحه و يعني مستوى المستشفيات وكده كويس، يبقى عندنا كواليتي education، عندنا تعليم كويس، عندنا اللي هو الولد والبنت زي بعض، عندنا الميه تبقى كويسه، عندنا طاقه كويسه، مش طاقه يعني طاقه متجدده، يبقى عندنا في الفلوس وكده كل دوله يكون مستقره، وبقى غيرهم كل دول يعني، تمام. انت البي دي اف ده برضو هيبقى موجود تحت في الديسكريبشن، وهحط لكم كام فيديو برضو بيشرح الموضوع اكتر، هتبداوا تفهموا اكتر عن الموضوع وتشوفوا المشاكل فعلا اللي بتكون متواجده في العالم عامه وبتواجه البشريه، تمام. وهنا بيقول لك رولز اوف يوث، او ادوار الشباب في انهم يحلوا المشاكل دي، وامبورتنت اوف يوث. انت الفكره كلها انت شاب، انت ازاي انك تقدر تحل المشاكل الموجوده دي. ان شاء الله تكون هتعمل مثلا فيديو انيميشن دعايه ان تحل الموضوع، او دعايه يا جماعه ما ترموش حاجات في الارض غلط، يا جماعه تبرعوا بالفلوس، يا جماعه تبرعوا، اعملوا دعايه عامه، حركه دعايه لحركه اجتماعيه، تمام.
فانتوا هتقراوا البي دي اف ده تفهموا اكتر عن المشاكل الموجوده وكده. مجرد انك تفهموها بعد كده تقعدوا تفكروا، عشان بعد كده هيفيدكم الموضوع وانتوا بتفكروا في البروجكت اللي انتوا هتعملوه للمنحه. البي دي اف ده هيبقى موجود في لينك درايف موجود تحت الديسكربشن. تمام. بعد كده هنبدا ماشي. فهو انا هنا قايله ايه مثلا، والله انا مهتمه اني اخلي الكواليتي بتاعه التعليم افضل، لانه مثلا انا في المكان اللي انا عايشه فيه في الناس فعلا بتبقى عايزه تتعلم، لكن مثلا الكواليتي بتاع الاديوكيشن او الجوده بتاعته مش هي حلوه تمام، لكن ممكن غيري يأدي في مكان تاني بيبقى عارف اكتر مني، لان الجوده اللي عندي مش قوي ومش بيكون فيها معلومات كامله عن الموضوع اللي انا بتعلمه يعني. فانا مثلا بحاول ان انا اخلي الناس تبدا انها تدور وتستفيد اكتر، مش بس ما تعتمدش بس على حاجه واحده في التعليم بتاعها. ماشي. تاني سؤال او تاني مرحله وهي زي ما قلت المراحل دي بتكون متقسمه على 100 يوم، والاجابه دي يا اما ممكن تبقى مقالي كتابه. انا الاجابه دي اكيد مش دي الاجابه، مش ده هيبقى طول الاجابه. الاجابه لو هتبقى مكتوبه هتبقى 14 جمله تمام، 1600 حرف، يعني باراجرافين تمام. ده لو انا هكتبها. لو انا هعملها فيديو، الفيديو ما ينفعش انه يتعدى 3 دقايق، ممكن 3 دقايق او اقل. انا على نفسي ان شاء الله هعمل فيديو وهحكي فيه والكلام ده كله. ولازم في الفيديو بتاعك تبين انك شخصيه قياديه وانك شخصيه تعرف تتخطى المشاكل اللي عندك. يعني لو شفتوا الفيديو الموجود تحت الديسكربشن هتفهموا بالظبط اللي انت المفروض تعمله او النصائح اللي انت تعملها وانت بتجاوب على الاسئله دي عشان تتميز يعني. تاني مرحله وهي overcoming challenges تمام. فالمهم يعني اللي موجود تحتها متهيألي انا كنت واخداها كنت واخداها من على جوجل، ازاي اجاوب على السؤال ده تمام. يعني امثله عشان بعد كده وانت بتجاوب على السؤال ده تعرف يعني المفروض هيئه الاجابه تبقى عامله ازاي. فبيقول لك كل الناس بتواجه مشاكل في حياتها تمام، دي فرصتك انك تتكلم على مشكله واجهتك وازاي قدرت انك تتخطيها. هنا there was a period in my life where I found that every course I wanted to enroll in was in English, and my English back then was not as good as I found myself served to learn English so I can understand these courses content. And I had no idea where to start, so I asked my friend. يعني انا دلوقتي كان في وقت من الاوقات كنت عايزه احضر كورسات تمام، فالكورسات دي اغلبها لقيتها انها بالانجليزي، وانا الانجليزي بتاعي ما كانش كويس جدا، فلقيت ان انا كنت مضطره ان انا اتعلم انجليزي عشان اعرف افهم الكورسات دي تمام. فاتجهت ان انا وانا ما كنتش عارفه ابدا منين، فاتجهت ان انا اسال صديق. فالحل اللي انا لقيته ان انا بدات اسال صديق واعرف عن الموضوع، ولقيت برضو الحل بتاعي ان انا كنت اتعلم انجليزي عشان افهم الكورسات دي تمام. ده مثلا مثال من الامثله، في حاجات تانية كتير ممكن تقابلك يعني، ممكن حاجات في حياتك مش لازم وانت بتتعلم يعني. ثالث مرحله وهي فوكس اند ريسيرش. هنا بقى احنا بدانا نتكلم على البروجكت اللي انت هتعمله. المرحله دي متقسمه يعني مختصره في 3 اسئله دول، وهي what is the focus for your desired for your RISE project and how does it link to your personal motivation. حوافزك اللي انت اصلا اتكلمت عليها قبل كده، اللي هو انا عايزه الجوده بتاعه التعليم احسن. زي ما قلت افضل اننا نخلي المشروع ده له علاقه باجابتنا في المرحله الاولى زي ما قلت الاسبيريشن. وهنا what did your research reveal about your project focus area. دور وشوف اللي غيرك عمل ايه تمام في الحاجه اللي انت عايز تعملها دي، ووصل لايه وهو بيحاول يحقق الهدف في المشروع بتاعك ده المفروض يحققه. يعني شوف الهدف اللي انت المفروض المشروع بتاعك يحققه ايه هو، وازاي غيرك قدر ان هو يحقق فعلا الحاجات دي. يعني مثلا انا قررت ان انا هعمل مثلا اغنيه، والاغنيه دي المفروض انها توعي الناس ان هو يا جماعه لازم نخلي بالنا من الارض بتاعتنا، ولازم نوفر استعمال الكهرباء ونستعمل حاجات متجدده يعني مصادر طاقه متجدده والكلام ده كله. فشوف مثلا ناس تانية عملت اغاني لنفس الهدف ده، مثلا في اغنيه اسمها مش لازم اسمها، فيعني تشوف الامثله دي وتحاول تشوف ايه علاقتها بالموضوع، تدور اكتر هل فعلا الموضوع هيأثر ولا لا. يعني دور اكتر عن الحاجه اللي انت هتعملها دي، كل حاجه ليها علاقه بالبروجكت اللي انت هتعمله دور عنها. ده اللي معناه فوكس اريا. How did your research impact your thinking about your focus area. انت بقى وانت دورت كده ازاي تغير تفكيرك؟ هل اكتشفت ان هو فعلا الاغنيه دي فعلا اثرت في ناس، ده مش مجرد اغنيه ودعايه وخلاص، ده فعلا في نسبه معينه من الناس بدات انها تغير من العادات بتاعتها بعد ما سمعت الاغنيه دي؟ هل بقيت متحمس اكتر وانت بتحل المشكله دي؟ هل لقيت ان فعلا شغفك اكتر الموضوع لقيت نفسك بتطور في الفكره اكتر واكتر وبتزود ليها حاجات؟ هل لقيت ان في حاجات تانية بتاثر في الموضوع اللي انت بتحاول تحله فلازم تبدا تركز عليها؟ يعني مثلا لقيت ان في مشاكل تانية هتقابلك فبقيت انك تحاول تخلي الاجابات في المشروع بتاعك وانت بتعمله تمام.
وحاجه بس نسيت اقولها، وهي انه في فايل هتلاقوه في اللينك الدرايف الموجود تحت في الديسكربشن اسمه 2021 رايز سكولرشيب امباكت ستوريز. هنا هنشوف لما تفتحه هتلاقي ان هو موجود قصص لناس قدمت قبل كده وازاي الموضوع اثر عليها وازاي هي اثرت على غيرها بالبروجكتات اللي هي عملتها، والناس اللي كانت بتدرس اساسا هناك وبتدي كورسات وكده ازاي يعني قدروا انهم يستفيدوا من الموضوع ده. فانصح بشده انكم تقراوه يعني عشان تاخدوا افكار اصلا على ايه بالظبط انكم هتعملوه بعد كده وانتوا بتعملوا البروجكت. رابع مرحله وهي design and plan، برضو متلخصه في 3 اسئله دي، وهي an outline of your intended project goals and a clear rationale for why you have chosen it. المرحله اللي فاتت احنا بدانا ان احنا نقول بالظبط انا عايزه المشروع بتاعي يتكلم على ايه. دلوقتي انا هبدا اقول ايه هو المشروع بتاعي اساسا وايه الاهداف بتاعته وليه انا اخترت الاهداف دي. فالمفروض لما المشروع بتاعك بقى يخلص وكده يكون ايه تاثيره، ايه التغييرات اللي انت ناوي انها تحصل بعد ما المشروع بتاعك الناس تشوفه كده. ثاني سؤال هو a description of the solution you designed to achieve your goals and ماشي of your detailed project plan. ايه بالظبط اللي انت عملته او زودته في المشروع اللي هيساعدك فعلا على تحقيق الحاجات الاهداف او اللي انت عايز مشروعك ينفذها. تمام. بعد كده ethical considerations you took into account before starting your project. ايه الاعتبارات الاخلاقيه اللي انت فكرت فيها وانت بتعمل المشروع بتاعك؟ يعني مثلا لو فيديو مثلا ليه علاقه فيديو دعايه لحركه يعني اجتماعيه، هل الفيديو بس فيه ناس بشرتها لونها بيضاء؟ ليه ما فيش ناس ليها لونها اسمر؟ يعني ليه العنصريه؟ فاهم يعني ايه الاعتبارات الاخلاقيه اللي انت حاططها في دماغك وانت بتعمل؟ فاهم؟ يعني مثلا خليته مثلا بالانجلش الناس كلها تبقى تفهمه، مش مثلا بلده واحده بس انها تفهمه. واخر مرحله وهي الاكت اند ريفليكشن، برضه متلخصه في الاربع اسئله دول. what action did you take to implement your RISE project. تبدا بقى تقول مثلا لو رسمت حاجه عشان تحطها في البروجكت، لو انت مثلا هتعمل انيميشن، لو هتعمل اغنيه ايه اللي انت اتعلمته جديد عشان تعملها، هتحكي بقى التجربه وعملت ايه وتعلمت ايه عشان تخلص جزء معين في البروجكت اللي انت بتعمله ده. تاني حاجه وهي what challenges or surprises did you encounter، ماشي، او did you face يعني if any how did you adapt or ماشي يعني through them، ازاي يعني تخطيتهم. تمام. مثلا انا جيت اعمل فيديو انيميشن ولقيت ان انا مش هعرف ان انا احط صوت للفيديو، مش عارف اعمل موسيقى، فاتجهت ان انا مثلا خليت حد من صحابي يساعدني، صحابي بره المنحه. تمام. واقول بالظبط ايه الجزء اللي انا عملته وايه الجزء اللي هو عمله، عشان هو بالظبط هيديك دلوقتي هوريكوا تمبلت بتقول بالظبط اللي انت عملته. انت اصلا بعد كده تلاقي نفسك بتصور فيديوهات وانت بترسم الحاجه وانت بتتعلم، لازم تعمل فيديو بتشرح وانت رحلتك وانت بتعمل الحاجه دي. مثلا لو لقيت ما عندكش ادوات كافيه مثلا تساعدك انك تخلص المشروع، محتاج تتعلم حاجه معينه من الاول، فعملت ايه بقى بالظبط. وهنا هاو افكتيف وذ يور بروجكت، بعد ما نشرته ووريته للناس هم حسوا ايه. ممكن توريه لباباك، ممكن توريه لمامتك، ممكن توريه لاخواتك، تقول لهم انتوا حسيتوا بايه بعد ما شفتوا الفيديو ده. what are your key learnings from your RISE project and how will you apply them and would you do it differently. what would you do differently، ايه اللي انت ممكن تعمله بطريقه مختلفه. تقول مثلا اللي انت اتعلمته في الرحله دلوقتي، يعني والله انا كنت بتكلم عن التلوث، اكتشفت ان هو مش التلوث بس ان انا ارمي حاجات في الزباله، ده في حاجات تانية. ممكن لو انا مثلا بتجه ان انا مثلا بقعد استعمل عربيه كتير جدا، العربيه اللي بالغاز مثلا، سوري بالبنزين مثلا، في عربيات تانية العربيه الكهربائيه، وحاجات كتير انت ممكن تستفيدها. يعني مش المثل اللي انا قلته، يعني ده مش مثل يعني يعتمد عليه، بس يعني في امثله تانية ممكن تدور عليه. في الوقت ما بتتعلم بالبروجكت ازاي استفدتوا، واللي استفدته ده هيأثر بعد كده على تصرفاتك ازاي. هل فعلا بعد كده هتبطل ترمي زباله ولا ايه؟ هل بعد كده هتشارك في يعني في تطوعات انك مثلا تنزل الشارع تلم الحاجات ولا لا. انا عايزه اوريكم دلوقتي شكل الابلكيشن بقى البرنتبل اصلا اللي انا واخده منها كوبي. بصوا ده هنا بيقول لك الفهرس بتاع الابلكيشن، كل حاجه فين. هنا بدا المراحل. تمام. بروفايل انفورميشن صفحه 3. هنا بيقول لك كل حاجه عن المنحه. بروفايل انفورميشن دي الاسئله كلها اللي انت هتجاوب عليها. بعد كده هنلاقي ان احنا هننزل تحت هنا اهو مكان هتملاه اسبريشن. تمام. طيب عايزه اوريكم بقى المكان اللي ايوه هنا هنعمل بروجكت سامري، ملخص للبروجكت اللي انت هتعمله اساسا. البروجكت كان بيتكلم عليه ايه اللي انت عملت، ايه الاجزاء اللي انت اشتغلت عليها لوحدك من غير ما حد يساعدك فيها. وتبدا بقى تظبط. تمام. وهنا بقى بتاكد ان هو بس ده لو انت هتطبعه وهتبعته في البريد، يعني لو ما عندكش لابتوب، بس انت كده هتقدم على اللابتوب في المنصه بتاعتهم اللينك بتاعها هيبقى موجود تحت في الديسكربشن. كده هكون خلاص معاكم اسئله المنحه كلها، لكن ده مش كفيل بقى انك كده بقيت مستعد وخلاص، لانه بعد ما فهمت الاسئله ودلوقتي وجاوبت عليها لازم بقى انك تبدا تفكر هتعرض الاجابات ازاي. لازم تعرضهم بطريقه تعرفهم اكتر عن نفسك. لو هتعمل مثلا فيديو استغل ظهورك على الشاشه وطريقه كلامك انك توضح ان عندك الصفات اللي هم بيدوروا عليها، يبقى عندك شخصيه قياديه، عندك ذكاء في اختيار الكلمات.
ومثلا غير كده يعني مثلا انا اديتها لك في الفيديو للبروجكتات والحاجات الاجابات، يعني لازم تفكر في حاجات كريتيف اكتر، حاجات فعلا انت بجد مهتم بيها عشان تكمل فعلا، لان منها 100 يوم لازم تلاقي حاجات انت فعلا مهتم بيها. اهم حاجه دلوقتي بعد ما تشوف الفيديو على طول تبدا انك تستعدها، تاخد اللينك البي دي اف اللي موجود تحت في الديسكربشن، وتبدا انك تملي الحاجات زي ما انا عامله كده، مجرد تكتب كلمات كده. بعد كده تبدا انك لو ان شاء الله فيديو قريبا هينزل على ازاي تقدر تستغل الذكاء الاصطناعي في انك تجاوب على الحاجات دي، وتكتب بقى الكلام، تشوف ازاي هتصيغه في فيديو، مثلا ازاي هتصور الفيديو، ايه احسن طريقه تصور بيها الفيديو وتبين تعرفنا اكتر عن نفسك. لو مثلا انت بتعزف جيتار او بتعزف على آلة موسيقيه، تخلي في الخلفيه موسيقى حاجه انت عازفها اصلا، تخلي مثلا رسومات انت راسمها في الخلفيه وانت بتتكلم. لو مثلا ليك في الفاشن البس احسن حاجه عندك، وهكذا. لازم طول الوقت لحد ما المنحه تفتح تبدا تحط الاجابه وتعدل عليها وتطور وتبحث وتعدل، تبحث وتعدل، وهكذا لحد ما تكون راضي على اجابتك اخر. مش محتاجه اقول يا شباب، لو وقف معاكم اي حاجه تقدروا تتواصلوا معايا، كل لينكات التواصل معايا موجوده تحت في الديسكربشن. وسبسكرايب لمحتوى اكتر زي كده، ان شاء الله في الكام فيديو الجايين هتكلم عن الموضوع اكتر، وكل ما اقدم اجابه للمنحه انا هبعتها هنا على القناه. وكمان ان شاء الله زي ما قلت هيبقى في فيديو بتكلم فيه ازاي تستغل الذكاء الاصطناعي عشان تجاوب على منحه رايز بالذات، خاصه انها فيها فيديوهات وكده والتقديم بتاعها مختلف عن باقي المنح. وشير مع اي حد انت حاسس مهتم وتطبق عليه شروط التقديم على المنحه وخليه يستفيد.